إكرامي يجدد تعاقده مع الأهلي لمدة عامين. كان برضو الناس النهاردة بتقول إن الأهلي عنده مشاكل مع بعض اللاعبين، بعض المواقع كانت كاتبة ومش هيقدر يأيد في اتحاد الكورة لأن عليه فلوس. الحقيقة يعني المعلومات إن الأهلي معلوش حاجة وهيأيد عادي. نحاول نجيب الكابتن برضو أحمد مجاهد يعني نسأله على الموضوع ده أو نعرف منه الموضوع بالتفصيل. شريف إكرامي بيجدد لمدة موسمين، الموسم 2,400,000 جنيه. شريف طبعا مكسب كبير للنادي الأهلي ومكسب لمنتخب مصر. كان في كلام مع شريف إكرامي على ليرز البلجيكي، ولكن أعتقد أن شريف فضل النادي الأهلي، وكان ليا حديث معاه شخصي وقال لي ان هو يعني لو في كوره وفي دوري السنه دي هو يفضل ان هو يكون موجود في النادي الأهلي. عايز اقول لكم ان لو في دوري في مصر وفي بس بالارقام دي لعيبه كتير قوي هتغير وجهه نظرها. في بلاد هيبقى صعب اللعيبه تروحها، يعني في بلاد اللي هي مش انجلترا، مش دوري انجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الاسباني، اللي هي الحاجات اللي انت يعني تستمتع بيها. خلاص لو انا النهارده في مصر وبلعب في نادي زي الاهلي والزمالك والنهارده الفلوس موجوده والبث النهارده الارقام كبيره وبتاع، خلاص انا هوجع دماغي ليه بقى؟ الامور هتكون مختلفه. اللعيب اللي زي اللي بنسمع اصل لعيب جامد جدا راح الدوري السوداني، راح الدوري الاماراتي، مسافر الدوري مش عارف فين. كل احترام لكل الدوريات دي، الدوري الليبي، كل احترام، ولكن انت في النهايه في الدوري المصري هو بيمشي ليه؟ قلقان ان مفيش دوري، قلقان ان مفيش كوره، وقلقان ان مفيش فلوس. ادي دول الثلاث حاجات. لكن غير كده ما عندوش ازمه، يعني الامور تبقى ان شاء الله باذن الله مستتبه. يعني الزمالك